حكم صداقة النصراني صادق إلى الفضل والصلاح، وإذا كان لك اتصال بنصراني غير محارب فلا مانع أن تقضي معه بعض حوائجك أو أن تشتغل عنده ويشتغل عندك، لكن فيما يتعلق بالدين كن بعيدا تماما إلا إذا دعوته إلى الله عز وجل، فنعم ما تصنع إذا أنت دعوته إلى الله سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك. كنت سمعت الدكتور عبد السلام الشويع بيقول إن من أدرك ركعة في الركوع. عفوا، لو لم تسمي لكان أفضل. اسأل سؤالك بعيدا عن سؤال الشيخ. تفضل. آسف يا شيخ. قال أن من لا أدرك برضو كان سجدة عفوا. الركوع. افهم. الغي خطابك معه. اسأل أنت سؤالك. نعم. من أدرك صلاة الجماعة في الركوع عليه أن يأتي بالركعة التي ركع فيها، لأنه خلاص وصل سؤالك. إذا أدركت الإمام راكعا هل تحسب لي ركعة أو لا تحسب لي ركعة؟ هكذا السؤال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ليست فتوى إنما نقل عن أهل العلم. يقول جمهور العلماء إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة. يقول جمهور العلماء إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة، نقل عن الجمهور. ثانيا، ما مستندهم لذلك؟ استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع خلف الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما انقضت الصلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. أما الدليل الثالث الذي استدلوا به فهو دليل فيه مقال، لكن أذكر حجتهم فيه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا رأي جماهير العلماء، إذا أدركت الإمام راكعا حسبت لك ركعة. بعض العلماء يقولون هم قلة لا بد أن تكون قد قرأت الفاتحة، بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والجمهور حملوا ذلك على المنفرد أو على الإمام. أما المأموم فأجابوا بقولهم إن الله قال أيضا في الصلاة الجهرية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا باختصار شديد وفقك الله. طب السؤال يا شيخ بعد إذنك، في واقعة سيدنا عمر رضي الله عنه مع الأمة التي قابلها وكانت ترتدي النقاب، هل هذه القصة صحيحة؟ نعم عند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، وعند ابن أبي شيبة أيضا، أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أمة قد تجلببت وتنقبت وتشبهت بالحرائر، فقال: يا لكع تتشبهين بالحرائر؟ ذلك لأن الإماء كنا يكشفن الوجوه في العهد الأول، أنهن يباعن ويشترين، ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كمزيد من التدعيم لما سبيت صفية بنت حيي رضي الله عنها، لما سبيت فبعدها اصطفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما ندري هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو هي مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فخرجت وقد احتجبت فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين. أيضا في هذا الصدد يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الإدناء، ذلك أن أدنى أي أقرب أن يعرفن فلا يؤذين. قال العلماء من المفسرين: يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، الفساق أن يخافوا من الحرائر، لكن الإماء يباعن ويشترين، فكانوا هذا الوضع باختصار. وهذا لم يكن حسب فقط، لم يكن في دين الإسلام فحسب، بل كان شيئا معروفا من قبل. نعم، شكرا.